السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم قصتي لهذا اليوم قصة عجيبة غريبة صارت وياي يا شباب. في يوم من الايام انا رايح السوق البصرة، سوقيت وخلصيت فبرجعت شباب. دخلت بدربونة ضعيفة كلش ضعيفة، ويعني مشيت بيها تقريبا اكو هواي طلعت درابين بالمنطقة ضعاف، يعني لا دربونة ولا دربونتين 3 درابين. قلت عادي هسه القى الشارع، هسه اطلع من الدربونة سهلة. يا شباب والله تمشي وامشي وشفت شغلات عجيبة غريبة. شفت ناس كلها عجايز، ناس كلهم معمرين بالعمر، وبيوت أثرية قديمة، وقاعدين فارشين شلون الزولية وقاعدين يسولفون. وانا الغريب الوحيد بهاي المنطقة يا شباب طبيت بيها. فكلهم ظلوا يباعون علي باستغراب، يباعون علي. انا قلت شنو وين دخلت؟ يعني ظليت امشي ماكو. تريد لك طفل بالمنطقة ماكو، لا جاهل يلعب لا صوت جهال، فقط يمشون بيها ناس كبار شياب وشعرهم ابيض، والنسوان لابسات شيلة بيضة وقاعدات. ظليت حاير انا شباب هذا الموقف. قلت خل اطلع من هاي المنطقة، ايش دخلني بيها؟ اريد اطلع من عندها ماكو، ادور وادخل بدربونة ضعيفة ثانية ودربونة ضعيفة ثالثة. اخر شي قلت ماكو حل، خل اسأل واحد من عندهم بلكت يقول لي هاي وين. سألت واحد من عندهم، شو باوع لي بنظرة غريبة وما جاوبني. كان يمشي يتعدى من يمي بصفي بشعره ابيض، الله شاهد علي. قلت يا رب شنو هاي؟ ايش دخلني هاي المنطقة؟ قلت خل اطلع من عندها. ادور لقى شارع النوب كلش شارع عرض، كلش صار شارع يعني مساحة كلش حلوة كبيرة تقدر تطلع بيها. كان اشوف بيوت اثرية قديمة كلش قديمة، يعني ايش قد ما تتصورون هاي البيوت قديمة. يعني منها بيوت قديمة كلش، طابوق قديم وبيها بيوت متهالكة كلش تريد توقع، واكو بيوت لا يعني بعد بيها حيل بس قديمات. البيوت اثرية يعني مو بيوتنا هاي مالنا. تحس البيوت اللي شفتهن يا شباب بذيك المنطقة تحسهن قبل 300 سنة قبل 400 سنة، القدم مالهن لهالدرجة. يعني ما اوصف لكم القدم مال هاي البيوت ما تتصورون. يعني وقت انا كنت ما شايل موبايلي، لو شايله صورتها. اي شباب يعني ظليت امشي اخر شي شفت الشارع انفتح. قلت لقيت الشارع الحمد لله والشكر طلعت من عندها. هم شنو شباب كانوا فارشين، يعني قسم من عندهم فارشين وقاعدين قدام الباب، بس كله عجايز شياب وعجايز. يعني لا عجوزة لا عجوزتين لا 3 لا 4، هواي شياب هواي يا شباب هواي. يعني وماكو يعني عودك عمره 61 سنة، لا ماكو 60 سنة، كله 90 سنة 92 سنة 100 سنة. عبالك تشوفها تقول لك هذا عمره 110. لهالدرجة شفت الناس الشياب بهاي المنطقة. يا شباب سولفت لكم السالفة، خلت اتذكر شغلات والله هواي شغلات هي من دخلت. اي شباب وهالمصيبة هم كلهم كبار بالعمر. تريد لك طفل بالمنطقة ماكو طفل بالمنطقة، يعني ماكو. هذا ردت لك وردت واحد يتعدى من يمي ماكو. المصيبة حتى محل واحد يبيع محل ماكو بالمنطقة. تخيلوا نوبل بيوت طابوق من هذا الطابوق القديم، ايش قد ما تتصورون قديم. انا شدني لهذه المنطقة البيوت والناس اللي عمرهم كبار بهاي المنطقة. فحيروني ظليت حاير بهاي المنطقة. قلت هاي انا منين طبيت بيها بالبداية؟ ظليت افكر لها منين طلعت من عندها. ظليت يومين افكر بهاي المنطقة يا شباب. والحمد لله على كل حال شباب، مثل ما قلت لكم النوب طلعت بيها. النوبة هسه اريد اندلها بعد ما قاعد اقدر اندلها شباب. ايش قد حاولت اروح 3 مرات رحت 4 مرات اروح ماكو، ما جاي القاها ما جاي اطيح بيها هاي المنطقة.
أريد أصورها ما جاي يطيح بيها، ما أدري شنو السبب. يعني نفس المكان هم تعديت على نفس الطريق، دخلت بها وعيت، المصيبة صار بيها تردد شباب. قمت هاي الدربونة ضعيفة، من أدخل بيها مسافة قصيرة وأرجع، ما قمت أجازف لهالدرجة، قلت ما أطب لهاي المنطقة. وهاي قصتنا العجيبة يا شباب اللي صارت وياي، وحبيت أسولف لكم إياها، وتحياتنا لكم، وأتمنى عجبكم الفيديو يا شباب، وأتمنى متابعة ولايك واشتراك. تحياتي لكم وحياكم الله، ومع السلامة يا طيبين.